انت ظريفه بزاف وما كتقدريش تقولي لا، وكتحسي بلي الناس كتبقى تستغلك وكتقولي مع راسك علاش انا مزيانه معاهم وهما خايبين معايا. اليوم تعرفي الجواب وتعرفي كيفاش تعاملي معاهم وكيفاش تفرضي شخصيتك. Ladies and ladies, welcome back to another video. الحياة هي عبارة على تناقضات، أتلقاي السعادة وتلقاي الحزن، أتلقاي الحب وتلقاي الكره، أتلقاي النجاح وتلقاي الفشل، وغتلقاي الشر وغتلقاي الخير. خاصة نعرفوا حنا كبشر نقدروا ندوزو منها تجارب كاملة. نقدروا اليوم نكونوا فرحانين بزاف والغد ليه نكونوا كنحسوا بالحزن. نقدروا اليوم نعاونوا الناس ونديروا الخير، والمره واحده اخرى نديروا واحد الفعل يكون شويه شرير. انا ما غاديش نقول لك كوني خايبه وشريره، وما غاديش نقول لك كوني ظريفه ودرويشه واللي جاي يديرها بك. نقول لك خاصك توازني بيناتهم، تعرفي امتى تكوني ظريفه وامتى تكوني نوعا ما انانيه وشريره. قلنا قبل الحياه فيها تناقضات، فيها الخايب وفيها الزوين، وهذا الشيء كيعني انك ممكن تلقاي مع الناس اللي ظريفين وممكن تلقاي مع الناس اللي خايبين، وللاسف غادي يبغيو يستغلوك. الا انت كنتي ظريفه بزاف فوق القياس للاسف غادي يستغلوك وما غاديش يحترموك، وحتى شي حد ما غادي يقول هاد البنت هادي مسكينه ظريفه اجي نعاملوها مزيان. حيت الناس راه كتحترم الانسان اللي كيحترم راسو، الانسان اللي حاط حدود وما كيخلي حتى شي واحد يتجاوزهم. اما الانسان اللي ظريف بلا قياس كيعطيو الحق لراسهم انهم يعاملوه كيف ما بغاو وبلا ما يديروا له واحد الاعتبار. اعطيكم واحد المثال اكيد كلنا عشناه ولا كلنا شفناه على الاقل. عندنا جوج ديال الاشخاص، الاول ظريف بزاف ما كيقدرش يقول لا، اللي طلبوا على شي حاجه كيديرها، وبعض المرات كيقدر انه كاع يدير شي حوايج اللي ما طلبوهمش منه. والشخص الثاني انسان اللي حط حدود للناس، ما كيقولش على اي حاجه. الا طلبتي منه واحد الحاجه كتكون متوقع انه يقدر يرفضها، حيت عنده حدود وعنده اهميه لوقته ومصلحته اكثر ما انه يبقى يحقق في طلبات الناس. هذاك الشخص الاول الا شي نهار عيا مسكين وزغبو الله وقال شي واحد لا ما نقدرش ندير هذه الحاجه، شنو كيقولوا عليه؟ وها نتوما ها هو دابا وجهه الحقيقي بان، تسمى خايب وكيتسمى عاد بان وجهه الحقيقي. اما الشخص الثاني اللي ديما كيرفض ليهم الطلبات، الا شي نهار قال واخا على واحد الحاجه وقال لهم مرحبا نديرها، كيسمى بلي مزيان وشوف والله مرضها لي في وجهي. هذا الشيء الا كان يعني حاجه وحده غادي يعني بلي الناس عمرهم ما غادي يقدروا داكشي اللي كدير على ودهم، عمرهم ما غادي يحترموك على وده. والا نهار واحد عييتي وقلتي لا غادي تسمى خايب. علاش؟ حيت هما كيبان لهم بلي داكشي اللي كدير كيولي من الواجب ديالك، كيولي ضروري خاصك ديروا ليهم، ماشي انت ديري ليهم غير بليزير منك. والا مشيتي ما درتيش كتسمى ما مزيانش. دابا كيفاش تقدري تحطي واحد الحدود ما بينك وبين الناس وفي نفس الوقت ما تخسريش العلاقات ديالك معاهم؟ اولا باش الناس تعرف الحدود ديالك وما تتجاوزهمش، خاصك انت الاولى بعدا تكوني عارفاهم. جلسي مع راسك وهضري مع راسك وعرفي مزيان شنو الحوايج اللي ما تقدريش تنازلي عليهم، وضروري خاصك تحطي حدود للناس فيهم. اعطيكم امثله. مثلا الا كنتي انت كتقراي، الوقت ديالك راه هو الحدود ديالك، خاصك ما تخلي حتى شي واحد يتدخل لك في الوقت ديالك وخاصك تحميه. الا مثلا شريتي واحد الحاجه جديده ولا ما كتبغيش تعطي حوايجك، هادو حتى هما راه حدود، ما تخلي حتى شي واحد يبزز عليك تعطيه شي حاجه اللي انت ما باغاهاش. مثلا عندك انت واحد المواضيع اللي حساسه ما كتبغيش تهضري فيهم، مثلا على الوزن ديالك، على الزواج، على الاولاد اللي كان انتيا خاصك تحطي حدود للناس انهم ما يجبدوهمش معاك وما يقدوش يهضروا معاك فيهم. دابا تقولي لي انا عرفت الحدود ديالي وعرفت الحوايج اللي ما نبغيش الناس يتجاوزوهم، الا تحطيت في داك الموقف شنو غادي ندير؟ كيفاش غنتعامل معاهم؟ نقول لك كوني صريحه وجيهم نيشان. ونرجعوا للامثله الاولى اللي عطينا باش نقدر نشرح اكثر. مثلا الا انت كنتي كتقراي وجات عندك صاحبتك مثلا وقالت لك فلانه راني بغيت نخرج، قولي ليها مره اخرى ان شاء الله اليوم ما مسالياش عندي القرايه ولا شي حاجه، وانتي ماشي مسؤوله على شنو هي غتفكر، انتي مسؤوله على الوقت ديالك اللي حطيتيه في الخانه ديال الحدود، خاصك انك تحميه. في المثال الاخر الا شي وحده ولا شي واحد كيتجاوز معاك الحدود وكيهضر معاك في شي مواضيع انت ما كتبغيش تهضري فيهم، مثلا على الوزن ديالك ولا على اللي بغا يكون، غلاضيتي ولا كتباني صفرا اليوم، تقولي لها ما فهمتكش شنو كتقصدي. هكا هي بحال غتصدم شي شويه، غتشوكا حيت ما كانتش متوقعه انك غتجاوبيها بهذه الطريقه هذه، وغتحس باللي قالت شي حاجه ما كانش خاصها تقولها. اما الا كانت من النوع اللي ما كتقشرش، حيت كاينين واخا تقولي ليها ما فهمتكش كتقصدي تقول لك غلطيتي، تعاودها لك. تقولي ليها سمحي لي ما كنبغيش نهضر في هذا الموضوع هذا، من الاحسن باش تبقى علاقتنا مزيانه. ولا بكل سهوله غتقولي ليها ماشي شغلك عندي مرايه وكنشوف راسي. وهذا الشيء هذا تقدري ديريه على اي موضوع، الزواج، الاولاد، اللي بغيتي،
حيت هاد المواضيع هادو حشومه اننا نهضروا فيهم، وما خاصكيش تحسي بتانيب الضمير وانت كتجاوبي هاد الناس، حيت هما اللي غالطين وهما اللي خاصهم يحسوا بتانيب الضمير حيت كيهضروا مع الناس في هاد المواضيع هادو. عيب اننا نهضروا في هاد الشيء هذا واننا نحرجوا الناس ونحطوهم في واحد الموقف اللي يحسوا براسهم ماشي مرتاحين. يعني انت هاد المره الا تحطيتي في شي موقف بحال هكا، كيف ما بغى يكون داكشي اللي ذكرنا هما غير امثله، ولكن المهم اي موقف تحطيتي فيه خاصك ما تضحكيش، ما تبينيش ليهم باللي انت عندك عادي، حيت هاكا مستحيل يعرفوا الحدود ديالك. الا تحطيتي في شي موقف وقال لك شي حد شي حاجه اللي انت ليش تقبليها، خاصك ما تضحكيش على الاقل، حتى لو ما قدرتيش في الاول تجاوبي ما تضحكيش معاه، ما تبينيش ليه باللي نتيا كتقبلتي داكشي اللي قال. هكا غتبغي تعرفي الناس الحدود ديالك، غادي يعرفوا باللي نتي ما كتقبليش ديك الهضره وديك الطريقه ديال الهضره. انت الا بقيتي كتضحكي ولا توترتي وما قدرتيش تجاوبيها وبقيتي كدوزيها، هي باش تعرفي الحدود ديالك. والاكبر من هذا كيفاش غادي تعاملك مره واحده اخرى، حيت نتيا صافي بحال حليتي ليها واحد الباب ديال انها تبقى تقول لك اي حاجه وهي عارفه في راسها باللي انت غتقبليها، ما غادي تقولي لها حتى شي حاجه. على هذا الاساس هذا غتبقى تعاملك ديما. انت تعلمتي تقولي لا الحوايج اللي كيضروك وانت ما قادراش ديريهم، والا واجهتي الناس اللي كيأذيوك بكلامهم وحطيتي لهم واحد الحدود، كوني متاكده ان بزاف منهم ما غاديش يعجبهم الحال ولا ما غاديش تبقى عزيز عليهم اصلا. داكشي علاش ما خاصكيش تخافي من ردة الفعل ديالهم، كوني موجده راسك، كوني عارفه في راسك ان داك ردة الفعل ديالهم كتعكس شخصيتهم وتربيتهم هما وانت ماشي الخطا ديالك. حيت كون كانوا واحد الناس اللي واعيين وواحد الناس اللي محترمين وعارفين اصلا الحدود ديالهم بلا ما تحتاجي انت توريهم ليهم، ما غاديش يبقى فيهم الحال وما غاديش يعطيو داك ردة الفعل اللي خايبه وانهم ما بقاوش كيبغيوك. لكن بطبيعه الحال حيت هما شخصيتهم ضعيفه غادي يبغيوك ديما تكون ظريفه ديما ساكته باش هما يحقروا عليك ويستغلوك. فبطبيعه الحال ما غاديش يعجبهم الحال الا انت بديتي كتحطي الحدود ديالك معاهم. انا عارفه بلي بزاف ديال البنيتات ظريفين وما كيقدوش يجرحوا بكلامهم، داكشي علاش انا نعاونكم ونحاول نعطيكم واحد الكلمات ولا جمل اللي يقدوا انكم يعاونوكم انكم تحطوا حدود للناس ويعرفوا بلي داكشي ما عجبكمش، ولكن في نفس الوقت ما تجرحوهمش. خاف الحقيقه لا جات عليا انا اي دونت كير. والحاجه بقيت تخدمي كلمه ديال انا بلاصه ما تخدمي انت ولا انتي، حيت بزاف ديال الناس الا قلتي لهم انت كيحسوا بحال كتهجمي عليهم بحال شي هجوم. مثلا بلاصه ما تقولي ليها انت ديما كتهضري معايا في هذا الموضوع، تقولي انا ما كنبغيش نهضر في هذا الموضوع. ثاني حاجه مثلا الا قال لك شي حد ديري ليا شي حاجه وانت ما بغيتيش ديريها، بلاصه ما تقولي ليه مثلا ما بغيتش نديرها ولا ما مسالياش، تقدري تقولي ما كرهتش انني نعاونك ولكن راني مشغوله دابا. كاين واحد النوع ديال الناس فيهم واحد الطبيعه قبل ما يطلب منك الطلب كيجي كيصدقها لك، كيقول لك عرفتي انت ظريفه بزاف انا عارفك ما غاديش ترديها في وجهي، عرفتي بغيتك ديري لي وديري ليا باش زعما يخليك فين الدوري. انت كتعرفي شي واحد فيه هاد الطبيعه هذه قبل ما يبدا يديرها لك ولا حتى واخا يديرها تقولي ليه عرفتي انا كنت باغا نديرها وبغيت نعاونك ولكن راني عارفه نتيا ظريفه وغتقبلي انني ما نقدرش نديرها لك، شكرا بزاف. يلا. ومع الاسف كاين بزاف ديال الناس ما كيفهموش راسهم، واخا تهضري معاهم المره الاولى والمره الثانيه غيبقاو يعاودوا نفس الحاجه. هاد الحاله عندك جوج ديال الاختيارات. الاختيار الاول انك تبقاي متشبته بالقرار ديالك، تقولي ليه المره اللي فاتت راني وضحت لك بلي هذا الشيء هذا ما كيعجبنيش والتصرف هذا ما كنقبلوش، واخا هو يبقى يعاود لك نفس الحاجه خايبه انت ما تقوليش صافي ما كاينش صافي انت المره الاولى قلتي لي هذا الشيء ما كنبغيش عاودي قولي ليه ما كنبغيش. ولا ثاني اختيار الا كنتو جالسين وقالت لك نفس الحاجه ولا طلبات منك شي حاجه ما كتبغيهاش ولا المهم اللي كان، غتجاهليها في داك الوقيته وغتخرجيها من حياتك بصفه نهائيه. حيت كاين شي ناس ما كتصلح معاهم لا سياسه لا هضره لا حتى شي حاجه، كيصلح معاهم تخرجيهم من حياتك، حيت محدود في حياتنا غيبقاو يأذيونا وغادي يبقاو يقللوا منا وما غاديش يحترمونا، وهذا الشيء هذا غادي ياثر علينا. ضروري اننا مره نخملوا الناس اللي عندنا في حياتنا ونشطبوهم اللي ما صالحش الله يعاون. ولا كانوا عندنا علاقات اللي مثلا ما تقديش تخرجي من حياتك، شي علاقه اللي متلزمه عليك، تجاهل ولا بقيتي نتيا فيما هو يقول لك شي حاجه ما كتعجبكش عاودي ذكريه بلي نتيا ما كتقبليش داك الشيء، بقاو هكا حتى ما نعرف. اما باش انك تنازلي هاد القضيه اللي كتقلل منك وما عمره غادي يحترمك وما عمرهم غادي يديروا لك واحد الاعتبار. باش نحطوا حدود مع الناس هي واحد المهاره اللي ضروري خاصنا نتعلموها، بها غنقدوا اننا نحافظوا على كرامتنا على قيمتنا وعلى صحتنا النفسيه، نحميو راسنا من الاستغلال ديال الناس ونخليوهم يحترمونا. تفكري ديما ان من حقك تقولي لا، من حقك انك ترفضي تعامل اللي كيتجاوز الحدود ديالك وما تحسيش بتأنيب الضمير نهائيا،
حيت الاحترام راه كيبدا من الداخل ديالنا. الا حنا احترمنا راسنا حنا الاولين، الناس غادي تحترمنا. see you in next video. bye.